خد فلوسك بدون وجه حق، اعرف حقك وازاي ترجعه بالإسراء بلا سبب. تخيل انك دفعت فلوس او قدمت خدمة لشخص مفيش بينك وبينه عقد ولا اتفاق ولا حتى وعد واضح، بس هو كسب وانت خسرت. هل القانون يسيبك؟ لا طبعا. القانون هنا بيحميك بالإسراء بلا سبب. الإسراء بلا سبب ببساطة يعني شخص كسب على حساب شخص تاني من غير ما يكون فيه سبب قانوني يبرر المكسب ده. فالقانون بيقول لك كل شخص يسري دون سبب مشروع على حساب غيره يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، وده حسب نص المادة 179 من القانون المدني. فلو حد خد منك فلوس أو استفاد بخدمة أو حصل على منفعة بدون اتفاق قانوني يبقى ده إسراء بلا سبب، وده بيديك الحق إنك ترفع دعوة اسمها دعوة الإسراء بلا سبب أو دعوة رد غير المستحق. ومن الكلام ده نفهم ان شروط الدعوة ان يكون في شخص اسري يعني استفاد او كسب، وشخص تاني افتكر يعني خسر او دفع حاجة، ومفيش سبب قانوني يبرر المكسب ده، لا عقد ولا اتفاق ولا التزام قانوني، ومفيش وسيلة قانونية تقدر ترجع حقك بيها. هقول لك بعض الامثلة علشان نفهم مع بعض كويس يعني ايه الاسراء بلا سبب. واحد مثلا دفع لصاحبه مبلغ علشان يبدأوا مشروع مع بعض، وبعدها اختفى والمشروع ما تمش. هنا صاحبك استفاد وانت خسرت، يبقى ده إسراء بلا سبب. مثال تاني، واحدة صرفت على تجهيز شقة الزوجية والجواز ما تمش، فالقانون بيحميها بدعوى الإسراء بلا سبب. أو مثال ثالث، حد قدم خدمة زي تصليح أو توصيل مثلا من غير اتفاق واضح، واحد استفاد وواحد خسر، فده برضه ممكن يرفع دعوى الإسراء بلا سبب. بس خلي بالك الدعوة دي لها مدة سقوط، فلو ما انتبهتش ممكن تضيع حقك، لأن الدعوة الناشئة عن الإسراء بلا سبب بتسقط بمرور 3 سنين، ولكن المدة دي مش من النظام العام، يعني لازم خصمك يتمسك بيها أمام المحكمة. طيب ترفع الدعوة دي إزاي؟ الدعوة دي بتتقدم للمحكمة المدنية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوة، عن طريق تقديم عريضة دعوة مدنية توضح فيها إن مفيش علاقة قانونية بينك وبين الطرف الثاني، وإنك خسرت وهو كسب بدون وجه حق، وتقدم ما يثبت الواقعة سواء تحويلات أو رسائل بينك وبينه، وتطلب من المحكمة إحالة الدعوة للتحقيق، وتثبت واقعة الإسراء بلا سبب بالشهود. فما تسيبش حقك حتى لو مفيش عقد، اعرف حقك والقانون معاك. لو اتظلمت أو لو حد استغلك أو لو كسب على حسابك من غير وجه حق، خد الخطوة والقانون في صفك. وفي النهاية لو مهتم بالقانون تابعني.